وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. حبايبي النهاردة هعمل لكم إعادة تدوير البروفلات القديمة اللي عندنا، اللي هي خلاص يعني ما بقتش ليها أي عازة ومش ممكن تتلبس. هنعملها إعادة تدوير، هعمل لكم منها. طبعا هي يعني زي اتنجدت كده اهو، مثلا في الحتة دي كده يعني دابت، يعني مش هعملها اعادة تدوير كده، لا ده هي دابت خلاص ما تتلبسش تاني. ولكن ممكن نستفاد من المكان ده كويس خالص، يعني نظيف ما فيهوش اي حاجة. وممكن نستفاد من الكمام. هعملها ايه بس الكمام دي؟ مثلا انا هعملها لكم زي جورب. هعمل لكم جورب اللي هو يتلبس في الشتاء في الرجلين، تبقى يدفي جدا وجميل خالص. حتى لو تمشي بيه برضه عادي، يمشي بيه عادي. هقص الايد، كل ايد هقصها وهرجع لك. كده هنقص الكمام، هنقص الكمام كده اهو. يعني مش لازم نقصها من المكان اللي هو على طول كده، بنفس الخط اللي هو اخر الكتف كده. طبعا الصوف انتوا عارفين يا جماعة، والحاجات اللي زي كده بتدفي جدا في الصيف. ولما هنشتراها لو اشتريناها من بره هتبقى غالية جدا كده اها. هقص التانية برضو، هقص الكم التاني، هقص الكم التاني كده اهو، برضو من نفس المكان. تمام كده قصينا الكمين. هنعمل ايه بقى؟ المكان ده اللي هو المكان هيبقى هو اللي هتلبسيه في الرجل. تمام كده اهو، ده هيبقى من فوق. طبعا انت تشوفي المقاس بتاع الطول اللي انت عايزاه في رجلك. مثلا اذا كانت رجلك المكان عايزه تخليها زي كده اهو، كفايه كده يعني، ما تطولهاش اكتر من كده. تمام. هنقص الناحيتين مع بعض عشان ما تبقيش هنقص الناحيتين مع بعض عشان ما تبقاش في واحده كبيره وواحده صغيره كده اهو. تمام. هناخدها كده، لا كده اهو، من هنا كده بميله لتحت كده، بميله كده اهو. كده اهو بالشكل ده كده، واخدينها زي بميله كده اهو. تمام. هنيجي نشوف اللي هو ايه ده، برضو ما نرموهوش برضو. هوريكم هنعمل فيه ايه. طبعا اللي انا قست اللي هي الكفه بتاعت الرجل، قستها كده اهو، قصيتها بنفس الطريقه كده بالورقه يعني كده، عشان ما اجباش عملت حاجه زياده عن حاجه. تمام. ده برضو هنخليه زي ما هو كده عشان برضو يحمل الرجل، برضو يحمل الكفوف من تحت. هنخليه زي ما هو كده. هنجيب الرجل دي اللي هي انا قستها على الرجل بتاعتي بالظبط كده اهو، اهو كده. تمام. هناخدها كده، هنخليهم هم نفسهم اللي قصناهم من الكمام، هم نفسهم اللي احنا اهو كده اهو.
البوز ده، البوز اللي هو بتاع اللي هنعمله كده اهو، وهنخيط الخياطة دي كده اهي، هدور عليها كده بالخياطة كده حوالين داير كده اهو، بنفس الحجم اللي هو اهو كده، لحد ما تبقى كده اخيطها عشان اوريك الشكل بالظبط هيبقى ايه. كده انا عملت اهو الجورب قدامكم اهو، انا لبسته اي حاجه كده يعني عشان بس ابينه لكم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حطيت له كده الحاجه اللي بحط فيها الابر، علبه كده حطيتها عشان بس اسند لكم الجورب كده اهو بالشكل ده حبايبي. وده برضو نفس النظام اهو، عملت له تبطينه من تحت زي ما انتوا شايفينها اهي، ودي برضو نفس النظام كده اهو اها كده حبايبي. زي ما انتوا شايفين سهل. زي ما قلت لك تقيسي مقاس رجلك، تقيسي المقاس بتاع رجلك بورقه كده اهو، وتعملي المقاس تسرجيه سراج الاول على الكمين. طبعا ده الكم كله خدنا الناحيه اللي من تحت دي مبطنه، دي مجوز عشان تستحمل لما تدوسي عليها في الارض يعني عادي، والناحيه التانيه برضو مجوز. وبقيه بقيه الشغل بقيه البروفل برضو مش هرميه، ان شاء الله اعمل لكم بيه اي حاجه تاني باذن الله. بالشكل ده حبايبي، يا رب تكوني استفدتي وكده، اللي هو استغلينا بروفل هيترمي قديم، تستعمليه تعمليه جورب في البيت، تعمليه زي دواسه تمشي بيها تنزلي بيها تقعدي بيها في البيت في الشتاء. يا رب تستفادوا، يا رب يكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله وبسيطه وتنفذيها سهله جدا وبسيطه. يعني تعملي، ممكن تعملي للاطفال، ممكن تعملي ليكي انت، ممكن تعملي للاولاد في البيت، حلوه خالص ممتازه خالص خالص. من تحت اهي زي ما يكون زي ما يكون حاطه لها اللي هو الفرش بتاع عشان انها هي دي مجوز، اللي هي من تحت دي مجوز مخلياها سميكه وحلوه. وده الرقبه بتاعتها اللي هي دي الكمام بتاعت البروفال. ويا رب تكون كده الفكره بسيطه وتنفذيها ان شاء الله حبايبي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك تشجعيني، لو مش مشتركه في قناه اشتركي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.